5 6 مدمنين في الرهاوي محتاسين بعلاجهم، مش عارفين نودوهم انهي زفته مصح. ايه مظبطين الدنيا؟ يعني ايه مظبطين الدنيا؟ ممكن حضرتك تظبط لي الدنيا تعيشني ملك؟ ممكن حضرتك تعيشني ان انا اخالف القانون واكسر القانون؟ روحك امانه وهبه من الرحمن، امانه تحميها، امانه تداويها، امانه تخليها في سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. موعدنا وموعدكم مع حلقه جديده من برنامج حكاوي الرهاوي. النهارده زي ما احنا كاتبين في الكابشن فوق هتكلم عن موضوعين في غايه الاهميه. لايف بكل احترام، لايف بكل جراءه، لايف لحقوق الغلابه. كده لايف النهارده تقريبا هيكون اجرى لايف حصل من اول ما بدا حوار الفلوس. مبدئيا حوار الفلوس دخل في 3-4 اطوار كده، كل طور بحكايه وروايه وقصه وكده، على كلامهم ان المركز متواطئ معاه. انا كمحمد ابو بدر ببلغ حضراتكم اني بفضل الله ناس كتير طبعا اشتكت الناس دي، وناس كتير خدت احكام، وناس كتير المفروض ليها فلوس ولها حقوق عند الناس دي. مع الاسف الشديد وبكل اسى وبكل حزن، احكام ايصالات الامانه او احكام الفلوس في الرهاوي او في دايره منشاه القناطر عموما في مشكله في التنفيذ بتاعها. يعني ايه مشكله في التنفيذ؟ يعني على البلاطه كده المباحث ما بتنزلش لحد، على البلاطه كده المباحث مش فاضيه ان هي تنزل تاخد المتهمين والناس النصابين اللي نصبوا على الناس. فطبيعي اما يجي موضوع زي موضوع المستريح ده ايصالات امانه، زيها زي ايصالات الناس الغلابه اللي بقالها سنه واثنين وثلاثه ما تنفذش عليها، زيها زي كل الايصالات اللي موجوده في القريه. ولكن اللايف ده والصوت اللي انا بطلعه لحضراتكم وبناشد فيه رئيس مباحث مركز منشية القناطر والمأمور وكل الأمناء وكل الشرطة أو كل المركز بالكامل من تحت لفوق، بناشد فيه لأن موضوع المستريح يكاد يكون فضيحة للبلد بالكامل، ويكاد يكون موضوع واقف على تك عشان يحصل مصيبة، يكاد يكون موضوع واقف على تك عشان يحصل جريمة، يكاد يكون موضوع عرض وشرف لنص الناس في البلد. موضوع المستريح ما يبقى بني ادم عادي واخد حكم والحكم يقعد سنه او ما يتنفذش خالص، ممكن الموضوع يتبلع مشكلتك مع واحد. ولكن النهارده الراجل ده والناس دي كلك مشكلتهم مع 3/4 البلد. 3/4 البلد لها فلوس. النهارده اما حد ياخد حكم زي ده، اما واحد زي ده ياخد حكم، ولا واحد زي الناس دي تاخد حكم والحكم ما يتنفذش تاني يوم، ده مصيبه. اما يبقى المركز عارف ان ده ناصب وده واخد وده مودي والحكم ما يتنفذش تاني يوم، دي كارثه. مركز منشية القناطر النهارده انا ممكن اسال نفسي سؤال، المركز عاوز ايه؟ اما الناس اتجمهرت وراحت تطالب بفلوسها، نزل المركز على الكلام اللي الناس قالته ان الضابط قعد وزعج وقال وعاد، خلى الناس تفيض بيها وتحدف بالطوب وتحدف والكلام ده، وغلطنا الناس وطلعنا وقلنا اكبر غلطه الناس عملتها ان هي اصلا تعتدي على موظف، وخاصه الموظف ده يكون بالداخليه والكلام ده كله. انت عملت مصيبه، عملت جريمه، وغلطنا الناس. والمركز خد 3 أو خد 4 بعد اللي حصل فيهم، اتعمل لهم محاضر وخدوا 3 شهور حبس. المركز خد حقه. محدش في الدنيا يستجرى انه يقول المركز الناس تستجل بيه ابدا، لا. ولكن المركز عرسنا والدنيا عرسنا، ولكن هذا الشخص او الناس دي عليها احكام. الناس دي مش عاديين، الناس دي مش انبياء، مش ملائكه. الناس دي مش عاديين. اتنجل على لسانهم. انا ببلغ بقى السيد الفاضل رئيس، انا والله العظيم 3 ما عندي مشكله مع اي حد في رجاله المباحث، اخواتي كلها. انا ببلغ السيد الفاضل رئيس المباحث اتنجل على لسانهم. طبعا ماسك اخوك العبد الفقير، ماسك اخبار البلد الفقيره ده، فبيوصلني كل الاخبار، مين راح ومين جه ومين الكلام ده كله، تمام. اتنجل على لسانهم اللي هو احنا مظبطين الدنيا وكله في الامان. يعني ايه مظبطين الدنيا وكله في الامان؟ يعني انا اروح اطالب بفلوسي بالود ما اخدهاش،
استعفى واتجمهر واضرب ما اخدهاش، ابلغ وامشي قانوني وامشي رسمي ما اخدهاش. طب اعمل ايه؟ رسمي مش هاخد، وعرفي مش هاخد، وعند عمده مش هاخد، وفي شارع مش هاخد، وفي شرع مش هاخد، وبجل الدين مش هاخد. هعمل ايه؟ انا كبني ادم ليا فلوس، انا هعمل ايه؟ الموضوع داخل على قصه سواد، وداخل على جريمه يكاد يكون فضيحه بالنسبه للناس، اما جريمه قتل، اما جريمه خطف، اما مصيبه سودة. الناس هتقعد تلف حوالين نفسها كده من اللي هيحصل. طبعا النهارده اما نطلع ونحذر ونقول نتمنى من المركز يتلاشى الموضوع ويلحق الموضوع في بدايته، اللي ياخد حكم تاني يوم يتنفذ، ده اللي لنا. لا ده مش مطلب محمد عباد، لا ده مطلب نص الرهاوي. انا بكلم حضرتك لمصلحتك فيما هو جاي. اما تحصل جريمه وتحصل مصيبه، المركز مش هيتبسط. المركز هيقعد 3 4 ايام، النيابه هتصحيه 3 4 ايام ما ينامش، و3 4 ايام في الرهاوي لما يحصل مصيبه. احنا مش عايزين حضرتك تتعب، مش عايزين اي مصيبه تحصل لنا، مش عايزين اي شيء يمسنا. الناس دي وجودهم قدامنا كده كارثه، وجودهم قدامنا وواخدين احكام ومش عارفين نقعد معاهم عرفي ولا شرعي ولا رسمي ولا قانوني، ده مصيبه. الناس دي مش غريبه، الناس دي موجوده، قالوا اتخطفوا قالوا راحوا، الناس دي موجوده في بيوتها النهارده. اللي بيشتري وودي ويجيب، الاثنين معاهم فلوس، الاثنين معاهم فلوس، والاثنين ضاحكين على الناس، والاثنين ناصبين على الناس. ليه النهارده اما ناس زي كده تاخد حكم ما تتاخدش؟ ليه النهارده اما اجي اسال اي شخص غريب مثلا او شخص بيكلمهم، هم خدوا حكم ما تاخدوش ليه؟ مش عارف، يقول لك ده مظبطين الدنيا هناك. ايه مظبطين الدنيا؟ يعني ايه مظبطين الدنيا؟ ممكن حضرتك تظبط لي الدنيا تعيشني ملك؟ ممكن حضرتك تعيشني ان انا اخالف القانون واكسر القانون؟ ممكن حضرتك تعيشني ملك باي مبلغ باي ثمن؟ ممكن حضرتك تخليني ان انا مفيش واحد في الدنيا يستطيع يبص لي بصه؟ ممكن حضرتك ممكن انصب حضرتك في 40 مليون وتطلعني منها؟ ممكن انصب حضرتك في 40 مليون وتسقط لي الاحكام؟ ده كله ممكن طالما في تظبيط في ايه؟ مسكوا في الاول وطلعوا الكلام ده قلنا ده قرار نيابه وقرار محكمه محدش يقدر يتدخل ولا المركز يتدخل. اما الناس هاجت وقالت ازاي المركز يسيبهم، ده يحصل مصيبه، ده انا طلعت واتكلمت وقلت والله يا اخوانا ده قرار نيابه، المركز مش دخل، طلع دخل. ما النهارده ابقى عارف مليون في الميه ان تنفيذ الاحكام ده من المركز، وعارف مليون في الميه ان الحكم بيتاخد في المحكمه النهارده الصبح بيكون في المركز، وعارف مليون في الميه ان المركز مركز وعارف الناس دي وجودها في بلوى سوداء هتحصل، وشايف كل التماطل والتمادي ده كله. ابقى بني ادم ما عنديش ضمير لو ما اتكلمتش، ابقى بني ادم ما عنديش ضمير لو ما حسيتش بالغلابه. ما الغلبان مش غادر، ما الغلبان حضرتك كلام السيد الفاضل رئيس المباحث ورجاله المباحث، الغلبان حضرتك لو راح قدام بيتهم هتنزل تاخده، لو راح ضربهم هتنزل تاخده، لو راح عمل لهم وسوى لهم هتنزل تاخده. طب لو خد عليهم حكم هل تنزل تاخدهم؟ طب ما هم ما بتاخدوش ليه؟ الناس دي لو ما اتحبستش وهربت وراحت وجت، انا هشيل المسؤوليه كلها للمركز. اليوم الوحيد ان هم ياخدوا حكم وما يتمسكوش مسؤوليه المركز. ناس زي كده مش محتاجه ان انا اطلع ومش محتاجه اقول، والناس مش محتاجه تتكلم اصلا. الناس النهارده خايفه تروح لا تتحبس، ده العرفي، يعني العرفي اللي هو الايه الود اللي بيننا وبين، خايفين يروحوا يعملوا تجمهر يضربوا يشتموا ان واحده تطلع تصوت الكلام ده كله فيتحبسوا، وخايفين ان هم يعملوا اي تصرف غير لائق فيتحبسوا. ولكن اللي انا شايفه واللي انا بسمعه واللي بيوصلني من ناس كتير جدا، اقسم بالله كذا حد يقول لك الموضوع ده مش هيخلص الا بقتل، في قتل هيحصل. طبعا انتوا مستهونين ده كلام لا انا بقول لكم، انا اضرب النقب، انتوا مش هتشوفوا المشكله غير وهي حاصله، المصيبه غير وهي حاصله، والناس كلها هتولول والناس كلها هتزعل. ليه نوصل نفسنا لمرحله زي كده؟ ليه نوصل لمرحله زي كده؟ النقطه الثانيه، وطالما بناشد الساده الافاضل في المركز، حضراتكم احنا والله العظيم 3 اللي بنسمعه واللي بنشوفه من مدمنين مع المخدرات دي، مفيش طياره بتطير كده وتسقطها على البيوت، ولا التاجر بيوزعها هبه ورحمه على روح امه، ولا بيوزعوا رحمه ونور
لا، مخدرات دي في تجار وفي ديلرات وفي ناس بتبيع وتودي وتجيب وتتسلق. انا كمواطن عادي دوري ايه؟ انا دوري ايه في القصه؟ انا عاوز احمي نفسي من مخدرات، دوري ايه؟ ما تشربش، ما مش هشرب. حضرتك في 5 6 مدمنين في الرهاوي محتاسين بعلاجهم، مش عارفين نوديهم انهي زفته مصحه، مش عارفين نجيب لهم فلوسهم مصحه. 5 6 مدمنين الزفت الايس المخدر الجديد قارب الدنيا كلها. طب الناس اللي بتجيب الخراب ده وبتجيب الزفت، هل المركز مش عارفهم؟ يطلع حد من المركز ولا حد من المركز يبلغنا كده يقول يا استاذ محمد احنا مش عارفين مين اللي بيجيب. يقولوا مش انا اجيب لكم مين اللي بيجيب، بس تعرفون ان انتوا مش عارفين، ان انتوا المخبرين اللي موجودين او الناس اللي شغاله بتبلغ حضراتكم مش عارفين. الا واذا الناس اللي بتبلغ حضراتكم بالكلام ان مفيش في الرهاوي مش عارف ايه، هم نفسهم القباصين، هم نفسهم اللي بيجيبوا، هم نفسهم اللي بيودوا. ما اللي بلغ المركز باي خبر والكلام ده كله اكيد ليه مصلحه من المركز. يعمل ايه بقى؟ يبلغ المركز عشان يحمي نفسه ويأذينا انا. يبقى اذا المخبر اللي موجود ده قدامي هو ده اللي بيودي ويجيب. ما هو شايف الشوب بعينه وساكت، مفيش حاجه تاني، مفيش حل تاني غير كده. طبعا ناس كتير في البلد عمرها في حياتها ما تقول كلمه زي كده، ولكن ربنا سبحانه وتعالى حط كل واحد في مكانه معينه، وحط في قلبه امانه معينه. فممكن الامانه اللي موجوده في قلب حضرتك لحد معين، لحد ان انا اشوف الغلط والبتاع واسكت واغمض واعدي وداري، ولكن ان انت تشوف غلط ورا غلط ورا غلط ورا غلط وتسكت وتبقى شايف ومتاكد، انا ما اعرفش. انت مش هقول لك حسابك عند ربنا سبحانه وتعالى، لا، حسابك بينك وبين نفسك كبني ادم مسلم. وكل البلد دي اهلك، كل البلد دي ناسك، وكل الستات اخواتك، وكل الشباب اخواتك. انت تشوف غلط وتسكت، انا حسابك بينك وبين نفسك ايه؟ ما اعرفش. بالعقل والمنطق الشاب التاني اللي هو قال لنا هجيب 10 مليون في الدوار وخلع وملخ وطلع كل الناس كدابه وهو وحده صادق، انا شاهد والعمده شاهد وكل الناس اللي بقت شاهده ان هو معاه فلوس من فلوس الناس. الناس مش قادره تروح، لا، هي الناس قادره وكل حاجه، ولكن احنا في دوله قانون وفي دوله عدل. اما حد بيجي قدام بيتي بسميه متحرش، بسميه متهجم، بسميه واحد ضلالي، واحد فاسد. اما واحد بيجي يطالبني بفلوس حد قدام بيتي، انا اللي برمي بلاقي عليه. ده القانون الجديد والماشي الجديد، اللي هو هيجي قدام بيتي هصوت هشج اقطع نفسي اطلع المركز هيعمل لي احلى حاجه. واصله لك ليه بقى؟ لان احنا للاسف الشديد بقى كل واحد بيعمل دوره في وظيفته على قد اللي قدامه وقد اللي جاي له. ممكن واحد يبقى شايف حق ربنا كده، حق ربنا قدامه، ولكن انا ما عندي ورقه بتقول ان ده مش حق مثلا. طب ده ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هيسالك ويسال ايدك ويسال لسانك ويسال عينيك ويسال ودنك ويسال كل حاجه فيك. ربنا سبحانه وتعالى تعاند ربنا وتكذب او ان انت تضل في وظيفتك عشان خاطر مش عارف ايه. لا، ما الدنيا مش هتمشي كده. بسأل نفس السؤال، بقول ايه؟ الشاب اللي هو الوسيط او اللي كان بيلم الفلوس دي بحالها، قلت يمكن يكون مظلوم فعلا، ويمكن ما يكونش معاه فلوس فعلا، ويمكن يكون اتخرب بيته فعلا على اللي هو بيقوله اللي هو بيطلعه. قلت والله لو اتخرب بيته وما اتصرفش مع اللي خرب بيته وما حلش مشكلته مع اللي خرب بيته، يبقى يستاهل كل اللي يحصل فيه من ناس ومن اللي خرب بيته. طب الراجل النهارده حضرتك بجد والله ليه 40 مليون عند واحد وخايف يروح عند الواحد ده؟ يبقى ايه؟ يبقى مش على حاجه، ليه 40 مليون عند واحد وبلد بالكامل بتناهش فيه وبتناهش في اخواته وهتحبسه هو واخواته، وخايف يروح عند الراجل ده يقول له فين الفلوس؟ خايف على كلامه، قال خايف اول ما اروح قدام البيت واحده هتشج جلابيتها وتشج. واحده مين وواحد مين وزفت مين وخرب مين؟ ده انتوا اللي اعتبر خربتوا بيت البلد بالكامل. النهارده خايف من واحده تشج، امال الستات اللي كنتوا بتجيبوها فلوس الناس ما خفتوش ساعتها ليه؟ الزنا والفوج اللي كان بيحصل في شهر رمضان ما خفتوش ساعتها ليه من ربنا سبحانه وتعالى؟ خايفين النهارده من واحده والواحد. النهارده اسال نفسي سؤال، اقول لا هو ممكن يكون ما معهوش، لا هو معاه والتاني معاه، ده معاه وده معاه.
ده معاه، ده لو ود من غير بقى رسم ومش رسم ومش عارف ايه. والموضوع انا بقول لكم هيمشي رسم على قد ما هيمشي، نص الاحكام هتسقط. معلش، انا بقول لكم العيل من دول هيطلع يستخبى في اي مصيبه بره، وخلاص 3 سنين الاحكام سقطت. 3 سنين لا الحكم سقط بتاعه، خلاص هتروح المركز يقول لك يا باشا الحكم ما خلاص هو خلص القضايا بتاعته في المحكمه وتفضينا، ماليش ان انا انزل اخده. طب مين اللي يجيب لي حاجي؟ مين اللي يجيب؟ ما انا لو رحت قدام البيت هيتعمل لي تيمهر وهتاخد واتسحل واتضرب ويطلع 200 اهلي. ما انا لو رحت واحده تقول له تعيد ومش عارف ايه، ولو رحت اشتكي هيهرب في اي مصيبه ولا حكم. امال مين اللي يجيب لي حاجي؟ ايه الحل؟ يعني ايه فاضل ايه تاني؟ مصطفى سعد بيقول لك محدش بياخد فلوس الا جماعه التسهيل عشان بيتشرمطوا وبيزعجوا ومسنودين، محدش يقدر يجي ياخدته على البلاطه اهو، محدش يقدر يجي ياخده. المركز يقدر يجي يقول لي بتاع تسهيل انت بتزعج ليه؟ هيقول له ايه؟ بالعيال بتيجي اقسم بالله عيلين ولا 3 عيال بيجوا في الشارع ما بيمشوش الا بفلوس، ما بيمشوش الا بفلوس. هم بيضربوا، هم بيشتموا، هم بيسبوا، هم لا ما بيعملوش اي حاجه، ما بيمشوش الا بفلوس. اما انتوا عالم دو بنات، انتوا عالم. انا مش بقول لك النهارده برضه عشان ما تعبش قلب المركز معانا يفضل رايح جاي على الرهاوي، انا بقول لك نروح يضرب، لا ما تضربش يا حبيبي، ده حقك وفلوسك. كل شبر في الدارين يخصك، كل بلاطه في الدور تخصك، حقك وفلوسك. ده واحده هتعمل، ده هتسوي، ده واحده نص محاضر الضرب اللي بتتعمل في الرهاوي بتطلع براءه. ما جاتش على اي عم، اعتبر نفسك واحده اتبلت عليك في مصيبه وعملت فيك محضر واحده تاني. طب انت النهارده هيتعمل انت فيك؟ ما هم عندهم محايد لكل الناس اللي لها فلوس، عندهم ستات تعمل في محاضر في كل الناس اللي لها فلوس. ما تشتمش، ما تضربش، ما تشخرش، ما تعملش، ما تسويش، ما تعملش حاجه غلط، بس اسال وروح، ما تسيبش. بات هناك زي اقسم بالله بتاع سيل بيقعدوا من الصبح لحد ما بيمشي الا بفلوس. اتمنى السيد رئيس المباحث والسيد المأمور ما يزعلوش مني في اللي انا بقوله، ولكن لو فكروا في الكلام اللي انا بقوله هيلاقي فيه كتير، يعني هيلاقوا نفس النظام كتير. يعني انا اقسم بالله على المكتب قدامي، بس عشان ما اظهرش اسامي حد، المكتب صلاة امانه قدامي. انا اضطريت ان انا اتذلل للناس دلوقتي، مش هتذلل اللي هو لا، اي حد بيجيب له وصل امانه ببتدي ان انا ارن مره واثنين وثلاثه و10 و20 على الناس دلوقتي، عشان انا عارف ان انا لو خدت حكم هقعد سنه وسنتين ما نفذش الحكم والراجل فلوسها هتضيع. فانا بحاول ان انا اجيبها بالود بالادب بالاحترام الاول. تخيلوا بص حضرتك، بسم الله، بص حضرتك، يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 شيل 12 13 14 2 اهو 15 16 على المكتب 17 على المكتب 17 ده دول اللي طلعوا ودول لسه ما سلموش في المحاكم. 17 قضيه. يقول مثلا عندي في المكتب حوالي 30 قضيه وصل امانه، شاكين واخدين احكام، وشاكين 30 راجل حي يرزق وموجود قدام عين الناس ليل بنهار وما اتحبسوش. اي نعم في احكام منهم تكاد تكون هتسقط من قله تنفيذ الاحكام، ولكن المركز بتاعنا غصب عنه عنده حاجات اهم من المخدرات في الراوي، وعنده حاجات اهم من الايصالات في الراوي، عنده حاجات اهم من الراوي بالكامل. ما تضطرونيش ان انا اتكلم تاني في اي موضوع، اطلع من الموضوع مره على طول ان شاء الله على طول يتحل، يعني يجعل في وشي ان شاء الله لقبول، يا اما ما يجعلش في وشي اي حاجه بس يتنفذ الكلام اللي احنا بنقوله، طالما في حق ربنا وطالما عدل وطالما شغل بتاع ناس يتنفذ شغلهم كما قال الكتاب. انت بطل والله. هي لو العيال دي زي ما قالوا لهم ظهر هيتقبض عليها الصبح. تلاقي حد حط لي حته حشيش منهم في جيبي، وبتوع المباحث هتلاقوهم نطين جري
امسك محمد ابو بدر كان اذا بيتاجر في الايس. مع للاسف الشديد، للاسف الشديد الخوف والجبن اللي في قلوب الناس مضيع حقوق كتير. مع اللي انا بتكلم فيه ده كله حقوق بتاع ناس غلابه، حقوق بتاع ناس غلابه. انا عن نفسي، اللايف موجود على الصفحه، اقسم برب العزه، اقسم برب العزه لو واحد بس زعل منهم ايا ما كان هو مين، انا هقدم اللايف في النيابه على طول. اما انا النهارده اللايف بتاعي ده ما بيوصلش النيابه، يعني ما بيوصلش الرئيس النيابه بتاعنا الا واذا بقى هم لهم ناس هناك. فانا بكلمهم بناشدهم بكل الروح الرياضيه، اللي هو احنا مش عايزين بلوه تحصل في الرأي، احنا مش عايزين جريمه تحصل، مش عايزين واحد يجاب واحد يقتله على البلاطه، مش عايزين واحد يخطب بنت عيله صغيره من بيتهم يدوخهم عليها، مش عاوزين، مش ده اللي شاب تايه مره وبقاله كام يوم الناس قلوبها محروق عليه، كل البلد بتسال عليه. فاحنا مش عاوزين بقى واحد بقى ايه. والموضوع ده مش صعب، مش صعب، ده في ناس لها فلوس تقيله حوالي 5 كيلو. او بتكلم عن مخدرات. انا مش عارف ارضهم ازاي بصراحه. يعني هقول لهم ايه؟ هقول لهم انتوا على الحق، واقول لهم برافو عليكم ان الاحكام دي كلها تنفذ، واقول لهم برافو عليكم ان واحد واخد من الناس 40 مليون جنيه وعادي، واقول لهم برافو عليكم ان احنا عندنا ازيد من 30 40 مدمن، واقول لهم برافو عليكم ان الايس بيتباع هناك على البحر والرشاح، وفقدنا شاب من خيره شباب البلد بسبب المخدرات والكلام ده كله. ما المخدرات دي لو تتلحق في البدايه في شاب هيموت. لا احنا فضلنا مستنيين وساكتين وشايفين. لا انتوا ما كنتوش شايفين، المركز ما كانش شايف بصراحه. ليه؟ مخبر بتاع المركز نفسه اللي بلغوا ان في مخدرات في الراوي ولا لا، ولا بلغوا ايه اللي بيحصل في الراوي، ما قالوش. ليه؟ لانه كان بيقضي منهم. اتمنى دعواتكم واتمنى مشاركاتكم، واي حد عنده سؤال او استفسار او اي مشكله يبعته على 0313378966.